السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات تخصص الزخرفة والإعلام الصف الثاني. إن شاء الله هنبدأ درس جديد في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج، وهو بعنوان التعاريف والمصطلحات الفنية الخاصة بأعمال الدهانات والزخرفة. من المصطلحات اللي هنبدأ بيها التي تخص أعمال الدهانات والزخرفة المصطلحات الخاصة بأعمال المباني، وهنبدأ بالجدران. الجدران وتقسيمات الجدران. الجدران أو الجدار ينقسم إلى 5 أجزاء: 1 الإزار، بدن الحيطة، السفل أو الوزرة، البلانتي، الكليني. 1 الإزار، وهو الجزء الفاصل بين السقف وباقي الجدار. طيب مسافته كام؟ انخفاضه من السقف كام؟ 50 سم. يبقى هو الجزء المنخفض عن السقف لمسافة 50 سم، ويدهن بلون السقف، بمعنى إذا دهن السقف باللون الأبيض يدهن هذا الجزء باللون الأبيض. نمرة 2 بدن الحائط، وبدن الحائط يبدأ من خط الأرض حتى السقف، يبدأ من خط الأرض حتى السقف، ده في حالة عدم تقسيم الجدران. نمرة 3 السفل أو الوزرة. السفل أو الوزرة ليس الجزء الأسفل في الحائط، ولكن الجزء الذي ارتفاعه 1 متر تقريبا من خط الأرض، يبقى ارتفاعه من خط الأرض 1 متر. نمرة 4 البلنتي، لونه أجمد من السفل، ارتفاعه 30 سم فقط، يبقى هو ده الجزء الأسفل من الجدار. الكلين، وهو سمك الجدار ولا يزيد عن 25 سنتيمتر. الطوب، عايزين نعرف طبعا هذا الطوب ليه أنواع كتير، بس احنا عايزين نعرف عرض الطوبة. يعني إيه عرض الطوبة؟ هو سمك الجدار ويساوي 25 سم. طيب نصف الطوبة هو سمك جدار آخر ولكن عرضه 12 سم، عشان كده بنقول في حيطة طوبة وفي حيطة نصف طوبة. كمان في طوبة تانية اسمها طوبة بطيح، ديت ارتفاعها 6 سم وعرضها 12 سم. عكسها في طوبة اسمها طوبة سكنية، ارتفاعها 12 سم وعرضها 6 سم، اللي هي احنا بنقول عليها حيطة ربع طوبة. بعد كده عايزين نتعرف على الأعتاب. يعني إيه الأعتاب ديت؟ العتبة هي تصنع من الخرسانة أو من الخشب، وتوضع أعلى فتحة الباب أو أعلى فتحة النافذة، دي العتبة أو الأعتاب. عايزين نعرف مصطلح كمان اسمه المدماك. يعني إيه مدماك؟ المدماك هو صف من الطوب، صف من الطوب، ارتفاعه هو نفس ارتفاع الطوبة زائد سمك المونة أسفل الطوبة. مدماك القد. يعني إيه مدماك القد؟ هو أول مدماك يبنى، ومدماك القد هو أول مدماك يبنى، وهو الذي يحدد مكان أو موقع الحائط أو الجدار الذي سيبنى. عايزين نعرف كمان القواطيع. يعني ايه قواطيع؟ ديت مباني او جدران من نصف طوبة، وتستخدم في ايه؟ تستخدم في تقسيم المساحات. يبقى القواطيع مباني من حوائط نصف طوبة فقط، وتستخدم في تقسيم المساحات. وممكن نعمل القواطيع ديت من الأسطح الخشبية او من اي مواد اخرى. الذروة. يعني ايه كلمة الذروة؟ هي حوائط حول سطح المبنى أو حاجز البلكونات. الذروة هو الحائط حوالين سطح المبنى أو البلكونات. هنتكلم كمان عن مصطلح العقود. العقود ده حاجة كده أنت ممكن وأنت بتبني البيت بتاعك أو الشقة بتاعتك، فبتقول للبنا أنا عايزك تعمل لي شكل حلو كده. الشكل الحلو ده انت بتقول عليه ارض، لكن هو هنا في المصطلح العلمي بتاعه او المصطلح الفني اسمه
العقود، وليه أنواع طبعا مختلفة، زي عقد نصف دائري وضع اسمه عقد نصف دائري، كمان في عقد كاذب. طب هو العقد ده بيستخدم في ايه؟ يستخدم اما اعلى فتحات النوافذ والابواب او على الاكتاف، اكتاف المباني، جوانب المباني، اعلى جوانب المباني. من انواع زي ما قلنا عقد نصف دائري وعقد كاذب. يعني ايه عقد كاذب؟ يعني ليس له وظيفه الا الشكل الجمالي فقط، يعني ما يستحملش نبني فوقيه، يعني ليس له زي ما بنقول كده ليس له وظيفه الا الشكل الجمالي فقط. استعرضوا عليه ممكن بيعملوه من برضه من الخرسانه، وفي بعض الناس بيعملوه من الجبس. في عقد او نوع من انواع العقود اللي هو مدبب، عقد مدبب. وفي عقد اسمه مخموس، ومن اسمه دوت مخموس لانه يبدا في رسمه او في بنائه ب5 مراكز. عقد مستقيم فلامنكي. يعني ايه عقد مستقيم؟ يعني الجزء الاعلى من العقد عباره عن شكل ايه؟ مستقيم. عقد موتور. عقد موتور ده بيستخدم في تنفيذه الاوتار، الاعمده. والاعمده اما مربعه او اسطوانيه او عباره عن مضلع منتصف. ده في الاشكال الهندسيه. اما في الناحيه التراثيه فعندنا في الحضاره المصريه القديمه في انواع مختلفه من الاعمده. العمود البردي المفتوح الناقوسي، العمود البردي المقفول، العمود الهاتوري، والعمود المضلع. ده في الحضاره المصريه القديمه. اما في الحضاره الاغريقيه والرومانيه ممكن نتكلم عن العمود الدوري او العمود الايوني. ايه وظيفه الاعمده؟ هندسيا ان العمود وظيفته يحمل الكاميرا، يعني بين كل عمودين لازم تلاقي كاميرا. لكن هنا في اعمده شكلها جمالي، بتدي طابع جمالي لمكان، زي الاعمده بتاعت المصريه القديمه او الاغريقيه او بعض الاعمده في الحضارات الاخرى. هنتكلم كمان عن القباب. القباب يعني ايه قبه؟ القبه هي شكل او مجسم عباره عن نصف كره او نصف شكل مصري. نصف الكره ديت بتبقى موجوده فين؟ علامه مميزه لبعض المباني زي المعابد والكنائس والمساجد، وبتوجد برضه في المقابر. احنا بنتعرف على المصطلحات ديت بحيث ان احنا لما نيجي نعمل مقايسه نعرف المصطلح ده اسمه ايه، بحيث ان احنا نعرف نطلع القانون الهندسي ونجيب مساحه المصطلح ده او الشكل اللي قدامي ازاي. المصطلح اللي بعديه القبله. يعني ايه القبله؟ القبله تعريفها تجويف داخل الجدار غير نافذ. تجويف داخل الجدار غير نافذ، كأن حضرتك كده جبت اسطوانه وقسمتها بالطول. طب بتستخدم في ايه؟ او موجوده فين؟ موجوده في المساجد. النيش. النيش يشبه القبله في تعريفه، هو فتحه غير نافذه في الجدار. طب ايه الفرق بينه وبين القبله؟ ان النيش لا يصل الى الارض، وبه بعض الارفف ويوضع فيه بعض الهدايا والتحف والاشياء الغاليه او الثمينه. هنتكلم كمان عن المآذن. المآذن طبعا معروفه انها تخص العناصر المعماريه الاسلاميه، وطبعا المآذن تعتبر من اهم العناصر المعماريه المميزه والتي تعطي للمسجد شخصيه مميزه، منها المربعه ومنها الاسطوانيه ومنها المثمنه. تمام؟ عندنا كمان ان احنا القاهره تعتبر متحف للمآذن وسميت ببلد الألف مأذنة. الدرس بتاع النهارده كان بعنوان التعريف والمصطلحات الفنيه الخاصه باعمال الدهانات والزخرفه. اتكلمنا عن جزء بس منها اللي هو المصطلحات الخاصه باعمال المباني. ان شاء الله في درس اخر هنكمل باقي المصطلحات الفنيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.